لم يكن طريق علي صالح الطفل العبقري ابن محافظة الإسماعيلية سهلاً ولا ممهداً، فبعد أن أطلق شقيقه ووالدته استغاثات عبر مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف للعالم عن موهبة نادرة لطفل لم يتجاوز 12 من عمره، يمتلك قدرة حسابية مذهلة جعلت الأضواء تتجه إليه سريعاً. تلك المقاطع لم تكن مجرد صرخة استغاثة، بل كانت بداية لحلم أسرة كاملة تتمنى أن ترى ابنها في المكانة التي يستحقها. اليوم يتحقق ذلك الحلم بعد أن أعلن رجل الأعمال عصام العرجاني استجابته لما نشرناه بشأن حالة الطفل علي وأسرته، متعهداً بتقديم دعم شامل يعيد لهم الأمل. فقد تكفل بتجديد منزل الأسرة وتأثيثه بالكامل، وتخصيص دخل مالي شهري لهم، وشراء تروسيكل لوالد الطفل يساعده على كسب رزقه، إضافة إلى رحلة عمرة للأسرة وتركيب أسنان أمامية لعلي وعلاج والدته وتوفير وظيفة لشقيقه الأكبر والتكفل بمصاريف دراسة علي حتى التخرج. وفي وقت سابق كان شقيقه محمود قد كشف عن جانب صادم من حياة علي قائلاً: رغم عبقريته في الحسابات إلا أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ظروفنا المادية حالت دون تعليمه، لكنه يستطيع جمع وضرب أعداد كبيرة في ثوان معدودة. وأوضح أن علي يساعد الأسرة بمهن بسيطة مثل مسح السيارات وبيع المناديل ليشارك في قوت يومهم، خاصة بعد أن التهم الحريق منزلهم وأفقدهم كل ما يملكون. أما والدته فقد عبرت في حديث مؤثر عن أملها قائلة: كل ما أتمناه أن يجد ابني فرصة للتعليم الصحيح، فهو يملك هبة من الله، يحفظ جدول الضرب كاملا ويبرع في الحساب رغم معاناته ومعاناتنا. اليوم يقف علي صالح على أعتاب مرحلة جديدة بعدما امتزجت دموع الحزن بدموع الفرح، ليصبح مثالا حيا على أن الموهبة والإرادة قد تصنع مستقبلا مختلفا، وأن الاستغاثة التي خرجت من قلب بيت بسيط استطاعت أن تفتح له ولأسرته بابا نحو الأمل، وربما نحو صناعة عقل مصري لامع في مجال الرياضيات والهندسة في المستقبل.